نيرو أبز أوان زجن بزح نيرو اختبل أي تقنيها مخنيات حجي معبالة خوين إن أنا قال حزلنا عم برافتنا يقدمسي استشفين زغيد سلازنا برا كل ملك خدم تمسو بزح كستاي كونن قبلا يكونن حج انت يخبل دلي حانت قوان سيتك إن مرعات أنيسا كابز خونه بعمد يخون بزرفا يخون ويبون بخال مجد يخون أنيساسي تحبرت سبن حرد أحب حبواس قالت أجمع رأي متسم كمبل كل ناس جاي مخنياتو حدا حبرت سب عند حد عزي حاب حبوان سات وصدوا سقمتي كم ساعبين وبعلو نسي يزقدا تحبرت سب يزقدا مخنياتو انتينا نيرنات بهلا وحبرت سبنا هناسي كمز زخون عينة بدل حرقات مو بدل نايت ولك أو سب ترى يكون عند حساب بدل نايت حبرت سب كل لايد حساب هج خلت يوتا أساسي رز غيري عند حد عاد كيف كان زيادة وتسيتاوي كأن زيادة في الريامنة نايت حبرت سوي كأن زيادة بلوت إنت نايت حبرت سوي خات قبر زل خاملتي استدقاقي بصغير حسابي معبالة مالتكو أفلوت أمالتي حج قدم ترير سلازنا برتي حقي ناي حبرت سب برن حججن ترير سلازي يكون بحال كله نسي يكونن مع عبيلو تخوين تحبرت سب تترن تقديفو قون خاصاي نسكا يمعبل على مالتي حجي اتي مكل خالو كتمهار كتقل على كان مالتي حجي زي زعبازي أقديسنا زلو سلمنتاي ونزبل حتات من الباش أبتي قطتاون دحيروز مص صعبيناتن قليل سلازي يكوني حجي أبتي قطاو صعبينات كم مدميتي صعيبو حساب موت زبصح كنتات الله أبتي دحيروز مص كنتات جن قصالي حنسب من صالتن سغوانيفو قصالي ناي من صالتن سي تخولتاتون كغوانف خيلي كالي زي مدحنتي اقديمو مرح خيلي من مدميتي امرحيو كالي تنس كغوانف كله مالتي نمد ميت مرحين عموتكم كبل خلي تي كالجن أزيو كبيز هنا نعمرو تأجم كم عبل خلي بسنكو سو كم أوش تخاجر كخل جزيت حبي ينبرت خناتاتمو نتي عمرو تأجم فتيرو تتصور نتعاقم قديلو كبيز هنا نعمرو تأجم كوجان خلي كله زي نايتوب كانسر وين كبز حمن نسأل كوجان يخلي مالتي تقطعلي من نسأل تنسن موتن قال أبتم هسأنات صعبينات تقطعلي توم عند حكم زعينة تلاقامي من نسأل تنسن قانيفو توم ناينات صلاتات موت عمل 3 مليون هسأنات بسنكي زي بريترم برز بحر وي قدمون قدم جزيهم بمولا عمتها 3 مليون هسأنات يموتوا مالتي عشالات مالتي هذي نتوم هتانات أبرزيو أمراون معبالون سنكلنا متيو سيربرال بالسز بهال زي لمسة حنقول كال زناي مجنزابن ناي منباب ناي مصحف كلا تسجمات ناي مرأي تسجمات ناي مسمع تسجمات ناي بحري كمو سنا أمراو تسجمات حضور زخانة ناي تعنا تسجمات كسعب خيلي مالتي هذي بعين قطبة خنري أخلنا هاني قليل زي كونه وصايتات يزغبروا له مالتي تتعنا مستحلالخه تحلالخه خناتات فطر اول قسب كسابتي هاجر وصايتات خبيد هون مالتي هذي اتوم قندي سنا امراو صغما زغوانفو حزن تكازه تعصا خونو خلو اتوم دحيروم زموصو خاني كساب قزانه امرحم ناب تنق موت بلو خليم سلاذ كل غزي ز خمزه عينت صغمات أجناق زخونة خونتات أونتاوي وألتاوي يفتري حجتي أونتاوي نمرعى خمرها خليتي ألتاو خاني ناب فتحن بنصارو خانة توم قلعت كبهوت كله دخوليهم كساق موتوا نخوليهم سنون كافت زلون ما يسرح تجا يكون كالئون كنت سلال زخل كنا تحسز فتر أنا بزن إذا أكب كون حبرتها طعم نجار سلا زي رخو كله طعم يقولوا نترى زخل مالتي زي تدليت إنسيسي وزي تدليت إنسي كانوا وجودنا خلينا أبزي أحجني الشيخ زارب دلان prevention زبيت هذا كيرولو قدمي ممصو زخونه نجار كتكال خلي تزبلزه نختحكم كوني ولا ناي ريسورس ناي قال دخامي مجمرا حمامات كتكال خلي زلك حاجي كنكال خلو نخلو زي تدليت اسن حدا الكا كبيت جمر كبيتسب كبسدرا بيت جمر حنت ولا نسيت وي تبعتاي بسدرا تخص كيسوم دحر ابيم بسن مغبار ناي تحبرت سب تخص كيسوم دحر ابيم سكس يكون زرع تماهيرهم ابيك بوصحو يزرعيو حجي اتي انوت بريغنانسي بزخ نطفو نخلنا كال منيس
وسعدتم أوقاتا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الاحتفال باليوم العمال العالمي بحفاوة كبيرة. اتخاذ قرارات للقضاء على دودة الحشد الخريفية في فور. دعوة لسكان مديرية حقات للعمل الجاد في حفظ الأشجار. نتنياهو يقدم وثائق سرية تثبت أن إيران أخفت برنامجها للتسلح النووي. الدومينيكان تقطع علاقاتها بتايوان وتحول اعترافها إلى الصين. والأوروبيين يتخوفون من عقوبات أمريكية على صادرات الحديد. أهلا بكم إلى التفاصيل. احتفت البلاد اليوم الثلاثاء بالأول من مايو اليوم العالمي للعمال بحفل نظم في شركة كوكا كولا بالعاصمة أسمرة بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة وممثلو العمل تحت شعار التنظيم لاتحاد فاعل. وقال رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخست بايري في المناسبة أن عمال الذين تخطوا اضطهاد وتمييز المستعمر لعصر من الزمن عملوا دون كلل عبر الاتحاد بروح وطنية لانتصار النضال التحرري وإنجاح برامج التنمية والإعمار. إلى جانب تطوير العمل والإنتاجية، موضحا أن المرحلة الحالية هي مرحلة التصدي والبناء والتنمية، ويقوم العامل الإثري بتنفيذ واجبه بالصمود والتفاني. وأوضحت وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي القبراب تاريخ نضال عمال الإثرية لحقوقهم والاستغلال الوطني وإعمار البلاد، وقالت بالرغم من مصادقة بعض المنظمات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية للسماح بخدمة مجانية لمصلحة الوطن، فإن محاولات تشويه مشاركة الشباب الإثري في حملة التنمية يعكس ازدواجية المعايير، مشددة على وجوب العمل القوي للعمال عامة والكونفدرالية الوطنية للعمال خاصة لتعزيز التأطير والمشاركة القوية في المجاهدات القائمة لرفعة البلاد. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان القبراب أن اليوم العالمي للعمل يحتفى به هذا العام والبلاد في أفضل حال. وقال أن سياسة الحكومة الإثرية تمنح الأولوية للعمل والعمال ويجري العمل بإعطاء الاهتمام الكبير لتنمية قدرات العمل تعليميا ومهنيا. وذكرت الكونفدرالية الوطنية للعمل في البيان الذي أصدرته بالمناسبة أن رفع إنتاجية العمال وتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية انعكاس لتطور الدولة، ولتحقيق ذلك تعمل لتنفيذ القرارات والتوصيات التي أصدرتها في مؤتمرها السابع، ومن بينها الارتقاء بقدرات العمال المهنية وتعزيز إنتاجيتهم. ويحتفى باليوم العالمي للعمل للمرة 27 في البلاد والمرة 28 على المستوى وللمرة 28 بعد 100 على المستوى العالمي. تقوم ضواحي مالكا وربربية ووادي حداس وفر بخطوات ملموسة للقضاء على ظاهرة دودة الحشد الخريفية. وأوضح السيد أسمر مشمندي خبير وقاية المزروعات بأن 4 هكتارات من أصل 10 بساتين مزروعة بالذرة الشامية قد تسببت بفعل الدودة الخريفية. وذكر بأن حملات التعبئة والسيمينارات التي نظمت مسبقا لعبت دورا كبيرا في تعزيز معرفة المزارعين، مذكرا المزارعين للمتابعة اللازمة لمزرعته والإبلاغ الفوري للجهات المعنية في حال ظهرت آفات زراعية. وتشير مستندات مكتب الزراعة في المديرية إلى وجود أكثر من 8000 هكتار من الأراضي الزراعية تنمو بأمطار الخريف البحري والمرتفعات. طالب مسؤول مراقبة الثروة القابية والحيوانات البرية في مديرية حقات السيد تخلاي في السهاية سكان المديرية للعمل الجاد من أجل ضمان استمرارية الأشجار المعمرة وتنمية الأشجار المغروسة. وأوضح السيد تخلاي إلى اقتلاع الأشجار المستوطنة في المديرية بواسطة أشخاص غير منضبطين، محذرا من سوء الوضع خاصة في ضواحي شبق وعد أراي وعد فاكاي. وقال أن العقوبات المفروضة من قبل المحاكم الأهلية غير فعالة، مطالبا الجهات المعنية إلى إعادة النظر للعقوبات والغرامات ضد المخالفين لردع هذه الإشكالية. من جانبه ذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلاي هيمنة مسائل
طالب إدارة الضواحي لتعيين حراس الغابات الخاصة وتعزيز دورهم في حماية منطقتهم. أعلن مزارعو الشعب في التقييم الذي أجروه بأنشطة النافرة التي قاموا بها لصيانة الحواجز المائية وتحويل سيول المرتفعات إلى الأراضي الزراعية حققت نتائج مرضية. وقال رئيس جمعية مزارعي الشعب السيد محمد نور موسى شريف في التقرير الذي قدمه أن أعضاء الجمعية قاموا بتنفيذ أعمال قوية ذات فعالية كبيرة، وذلك اعتمادا على طاقاتهم وثيرانهم، وقد انعكس جهدهم في إنتاجهم. وطلب الاجتماع لدعم الآليات لصيانة البنية التحتية الزراعية التي تعتبر فوق طاقاتهم. وأوضح مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم في الرسالة التي وجهها عن أهمية الجمعية لرفع الإنتاجية، داعيا المزارعين للقيام بجولات في مزارعهم ومراقبة دودة الحشد الخريفية ومكافحتها. وتضم جمعية مزارعي الشعب التي تأسست منتصف ثمانينات القرن الماضي تضم أكثر من 5000 عضو بينهم حوالي 500 امرأة. قدم سيمينار لطلاب المرحلة الثانوية في دبروة حول القانون ومكافحة حوادث المرور. وقدم مسؤول وحدة مكافحة الجرائم في شرطة الإقليم الجنوبي الرائد ولد زولدي توضيحا شاملا حول القانون ودوره في مكافحة الجرائم وتطبيق القانون، ودور الشباب الواعي عامة والطلاب خاصة في مكافحة الجرائم والحوادث. وأوضح أولويات الشرطة المتمثلة في مكافحة الجرائم ومراقبة المذنبين، مذكرا بدور الشعب الفعال والهام في مكافحة ارتكاب الجرائم وتقديم المرتكبين إلى القانون بعد الحادث. من جانبه ذكر مسؤول شرطة المرور في الإقليم الرائد هبتقبرو عن وفاة 13 شخصا في حوادث المرور التي ارتكبت في عام 2017، بينما جرح أكثر من 300 شخص ودمرت ممتلكات بقيمة 6.5 مليون نفع، منبها الشباب على احترام قوانين المرور في جميع تحركاتهم. نظمت أنشطة فعالة لحفظ المياه وحماية التربة في 16 إدارات ضواحي في مديرية طرمنة و5 ضواحي في مديرية ابن حيلي. واشتملت الأنشطة التي نظمت في مديرية طرمنة بداية من شهر فبراير المنصرم تمهيد الأراضي الزراعية وبناء المدرجات في حوالي 200 هكتار. وأوضح عن تسيير أنشطة فعالة لحفظ المياه والتربة شملت 500 هكتار في ضواحي عد طافة وكودو رئي وعد عاجة وبلدة ابن حيلي وعد يقني بمديرية ابن حيلي. وأشار مراسل وكالة الأنباء إلى أن الأعمال التي سيرت بمشاركة السكان الذين كانوا يقومون بتنفيذ العمل في الأسبوع 3 أيام تضم 16 كيلومتر من قنوات المياه التحويلية و293 متر مربع من المدرجات. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بملفات سرية نووية تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية. وقال نتنياهو أن آلاف الصفحات من المواد التي حصلت عليها إسرائيل توضح أن إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية، وأن المشروع يهدف لإنتاج 5 رؤوس نووية تبلغ قوة كل منها 10 كيلو طن من مادة TNT شديدة الانفجار. واتهم نتنياهو إيران بأنها كانت تطبق برنامجا للتسلح النووي حتى 2003، وكان يطلق عليه سرا اسم مشروع عماد. ويقول نتنياهو أن إيران استمرت في برنامجها للتسلح النووي حتى بعد إغلاق مشروع عماد. وردت إيران على المزاعم الإسرائيلية على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال أن الأدلة إعادة صياغة لمزاعم قديمة. وتعاملت معها بالفعل وكالة الطاقم النووية التابعة للأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة و5 قوى دولية قد وقعت اتفاقا مع إيران عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي. وقال ترامب أنه سيتخذ قراره إزاء بقاء بلاده في الاتفاق النووي الإيراني بحلول 12 من مايو القادم. قطعت جمهورية الدومينيكان علاقاتها مع تايوان وحولت اعتراف فلسطين في ضربة دبلوماسية أخرى لتايوان.
وصاعدت الصين الضغط على تايوان منذ انتخاب ساي إنغ وين رئيسة لتايوان في 2016 من الحزب الديمقراطي التقدم المؤيد للاستقلال. وتخشى بكين أن تضغط ساي من أجل استقلال تايوان رسميا، لكن هذه الأخيرة تقول أنها تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وأنها تنمى علاقاتها التي كانت قائمة منذ فترة طويلة مع تايوان العام الماضي في انتصار دبلوماسي كبير للصين. وأدان وزير خارجية تايوان بشكل قوي خطوة جمهورية الدومينيكان، وقال للصحفيين أن الصين عرضت حوافز مالية لجذب دعم الدومينيكان. يبقى الأوروبيون الذين كانوا يتخوفون من ضرائب أمريكية محتملة على صادراتهم من الحديد والألومنيوم مستعدين للرد، مؤكدين أنهم يريدون تجنب حرب تجارية مع دونالد ترامب. ونهاية مارس منح الرئيس الأمريكي للاتحاد الأوروبي إعفاء استثنائيا من هذه الضرائب بمستوى 25% على الحديد و10% على الألومنيوم، لكن مهلة الإعفاء تنتهي اليوم الثلاثاء وغد لا تجدد. ويتوقع أن تتبحث المفوضة الأوروبية للتجارة سيليسيا مالمستروم مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، لكن دون أمل كبير في انتزاع الإعفاء النهائي الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع. واستفاد شركاء واشنطن بينهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من إعفاءات من هذه الضرائب، لكن لتجديدها يطالب الأمريكيون بتنازل في المجال التجاري. أعلن وزراء أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا سيحصل على تمويل جديد حجمه 500 مليون دولار أسترالي لتحسين نوعية المياه وحماية الشعاب المرجانية من هجمات نجم البحر. وقال وزير الطاقة الأسترالي أن جزء من المال سيوجه مباشرة للمزارعين لتعديل ممارساتهم لضمان عدم وصول كميات كبيرة من الرواسب والنيتروجين والمبيدات الحشرية التي تضر بشكل كبير بالشعاب المرجانية وتساعد على تكاثر نجم البحر الشوكي. ويغطي الحاجز المرجاني العظيم مساحة قدرها 348 ألف كيلومتر مربع، وتم إدراجه وفقا لموقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في قائمة التراث العالمي كأعظم حاجز مرجاني على وجه الأرض. ورغم أن الإعلان عن التمويل الجديد كان محل ترحيب من العلماء، تشكك البعض فيما إذا كان سيساعد حقا في حل هذه المشكلة. فاصل قصير ثم نوافيكم بالنبأ الرياضي. بهذا نصل إياكم مشاهدينا الأفاضل إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.